بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاكم أبو عبد الهادي من قناة الخير، وإن شاء الله رب العالمين هحاول أشرح لكم بالتفصيل طريقة استقبال الكتاكيت البيضاء عمر يوم. كان في حد سألني في الكومنتات العدد المستوفي في الأسبوع الأول اللي يتحط في قلب البطارية، يعني كام كتكوت في المتر. طبعا البطارية ديت حضراتكم مقاسها 2 متر، 2 متر في 60 سنتي، 2 متر في 60 سنتي. يعني حضراتكم المتر واخدين بالكم مقسوم، ال2 متر مقسومه بالنص، يعني هنا جزء وهنا جزء. المساحه ديت متر في 60، وتكمله البطاريه متر في 60. المقاس ده بالظبط بياخد له مثلا من 30 ل 40 في بدايه التحضير، اول اسبوع فقط. وبعد كده كل اسبوع ان شاء الله رب العالمين بتحاول تخف. كل ما بتخف العدد كل ما بيبقى فيه نمو للطائر. وانا اول ما بدات احطهم في قلب البطاريه، لسه النهارده اول يوم، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك للجميع. انا والله عن نفسي بحب اربي الرز صيف شتاء، يعني بيبقى ممتاز. وطبعا الرز كتكوت قيم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بيتحمل درجات الحراره وما شاء الله عنده قوة تحمل للحرارة وللبرد برضك في نفس الوقت. فكتكوت أنا عن نفسي بحب يعني إيه أربيه. فما شاء الله تبارك الله، أنا أول ما حطيتهم إن شاء الله رب العالمين استقبلت بإيه؟ جبت ديت السقاية ديت لتر ونص، لتر ونص، والسقاية دي برضك لتر ونص، يعني 3 لتر ميه. ال3 لتر ميه حطيت عليهم كيس محلول معالجة الجفاف، وببدأ احطه لمدة مثلا حوالي 4-5 ساعات، يعني لا اقل ولا اكتر. فطبعا ما شاء الله يعني بيغسل وينظف مصران الكتكوت ورافع مناعة وحاجة ممتازة ما شاء الله. ده يعني أنا دايما يا جماعة بحب أربي بفضل الله بدون أي أدوية، بدون أي أدوية، وبتوكل على الله. ولكن أهم حاجة في الموضوع النظافة والاهتمام بالطائر. يعني أنا مثلا النهاردة درجات الحرارة بره عالية، بس أنا دلوقتي بصور بالليل، ودرجات الحرارة عندي في قلب المكان تكون هابطة. لازم استقبل الكتكوت على درجة حرارة 31 أو 32. يعني أنا دلوقتي عامل التدفئة لمبة 200 حراري، واخدين بال حضراتكم. طبعا ده طاجن فخار، يعني ده بنجيبه من عند اللي هم الجماعة بتوع الفواخير. بنحط تحت منه اللمبة، وحاطط فوق اللمبة عازل حراري عشان ما يلسعش الفخار زي ده مثلا، ويوزع الحرارة زي ده. ده ألمونيا، ديت ألمونيا، وما تسخنليش الطاجن الحراري من فوق. والألمونيا دي بتوزع الحرارة تحت في المكان. يعني أنا أول ما شغلت النور الأحمر، حتى لو تلاحظوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدأ الكتكوت يتحرك وياخد راحته. واخدين بال حضراتكم؟ ويعني بكل وضوح يعني انا بحاول اشرح لكم اللي انا بعمله بالظبط. وانا بحاول اوصل درجات الحراره ل 31. يعني هي درجات الحراره في المكان على الترمومتر دلوقتي عامله معايا حوالي 26، بحاول ارفعها يعني ان شاء الله رب العالمين. وكده يعني طبعا الطائر يبدا ياخد كتكوت ياخد راحته. وطول ما الكتكوت دفيان ثق وتاكد ان هو بصحه وبعافيه وبيتحرك وبيروح. ده اول اسبوع، يعني بعد كده ببدا اخف من كل قفص، بخف منه. يعني مثلا اول اسبوع هما فيه 40، بخليهم مثلا تاني اسبوع في كل قفص مثلا 30 كده. بعد الاسبوع اللي بعده اقل شويه برضك كمان، في سبيل ان يبقى فيه مساحه ان الكتكوت يتحرك وياخد راحته.
بس كمان في بدايه الاستقبال بحب المكان يبقى ضيق شويه عليهم عشان يتدفوا ويدفوا بعض، واخدين بال حضراتكم. وان شاء الله رب العالمين زي ما عودت حضراتكم في الحلقات السابقه، من تاني يوم ببدا احط على العلب بتاعهم زي ما قلت كركم وتوم بودره وبصل بودره، ونرجع نقول تاني توم بودره وبصل بودره وكركم وحبه البركه، ويا ريت لو في سمسم كمان. طبعا السمسم يعني طبعا ما شاء الله غني بالكالسيوم للكتاكيت، وما شاء الله ما شاء الله جميل. يبقى كركم ده رافع مناعه رهيب ما شاء الله، وما شاء الله بينظف الامعاء ومطهر للمعده، حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في يعني له مميزات وفوائد عظيمه الكركم ده مع الطيور بصراحه والله. يعني انا عن تجربه، يعني انا بحكي لكم عن تجربه، وارجو طبعا يعني ايه تكون الامور طيبه ما بيني وبينكم. يعني على قدي بحاول والله اعرفكم المعلومات اللي انا عملتها، وعلى قدي والله. واتمنى منكم طبعا المشاركه في القناه وتشجيعي ان انا استمر، المشاركه في القناه واللايك. ولو اي تعليق جزاكم الله كل خير عرفوني برضك واتكلموا، واللي عاوز اي حاجه مني انا تحت امره. يعني بتمنى لكم الخير والستر من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يرزقكم ويرزقنا يا رب رضاه، اللهم امين يا رب. فديت كانت حلقة خفيفة بسيطة كده عن طريقة استقبال الكتاكيت عمر يوم، زي ما قلت لحضراتكم بملخص شديد جدا. اقول تاني، مية 3 لتر مية عليهم كيس محلول معالجة الجفاف، بحطه لمدة من 4 ل 5 ساعات. بحط عادي العلب بتاعي تمام التمام. ده طريقة الاستقبال. ودايما اخلي درجات الحرارة حتى لو في الصيف 31 يا جماعة، لازم. حتى انتم ممكن تلاقوا في بعض الكتاكيت يعني ايه مزخنقة في بعض شوية، ولكن ان شاء الله رب العالمين مع الحرارة هتبدأ الكتاكيت تتفرق، واخدين بال حضراتكم. ونبدأ من تاني يوم ان شاء الله رب العالمين نبدأ نحط ايه توم بودرة، بصل بودرة، حبة البركة، الكركم، واخدين بال حضراتكم. دي حاجات لازم من اللي يعني ألف ب، يعني حاجات بدائية لازم تتعمل من تاني يوم على طول. ليه؟ بتدي رافع مناعة للطير. وإن شاء الله رب العالمين بتمنى لكم التوفيق، وربنا يرزقنا ويرزقكم طاعته يا رب العالمين. كان معاكم أبو عبد الهادي من قناة الخير، واشوفكم في حلقة تانية. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير، وأتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.